بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حلقتنا النهاردة عن البيتزا، وهنعمل كمان مع بعض صوص البيتزا الأصلي. ودي كده البيتزا بعد ما خرجت من الفرن، أنا حبيت كده إن أنا أقطعها وأوريكم بقى هي عاملة إزاي. كمان البيتزا بتاعتنا مستوية من تحت وهشة وطرية وزي الفل. طيب، أول حاجة بيكون معايا كيلو من الدقيق، بيكون معايا رشة من الملح ومعلقة من الخميرة، وكمان معايا معلقة من السكر. بقلب كل المكونات. بعد كده بعمل جورة وبحط فيها كوباية من اللبن الدافي، وبنزل كمان بمعلقة كبيرة من الزيت. هقلب كل المكونات هنا كده كويس مع بعض. طيب، هنا المادة السائلة أنا بضيفها على حسب ما يكون الدقيقة بتاعتي عايزة. فهي كمان عايزة كمان حبة، يا إما من اللبن يا إما من المية. بضيف كده بالتبادل، لأن الدقيق مختلف من مكان لمكان ومن نوعية لنوعية على حسب كمية السوائل اللي بياخدها. المهم بضيف حبة حبة كده، وببتدي ان انا اعجن كويس بقى كده في الاناء لحد ما احس ان العجين الموجود في ايدي ابتدى كده يطلع من ايدي، والاناء بتاعي ابتدى يتمسح كده حبة حبة. بس العجينة دي بتبقى عايزة كده عجن كويس جدا جدا عشان يبقى ليها عرق. خلاص، بعد ما بعجن بقى العجينة كده كويس لمدة كمان ربع ساعة كده، ببتدي ان انا ادهن على الوش من فوق بمسحة من الزيت، بغطيها واسيبها في مكان دافي. هبتدي اضيف نص معلقة من الزبدة، وهضيف لحمة المفرومة عشان نعمل الحشوة. هنا مش هضيف اي ملح خالص، ممكن ترش رشة من الفلفل. بعد كده هبتدي ان انا اشوحها تشويحة كويسة لحد ما احس ان اللحمة فرفرت كده معانا. هنا بقى بكون معايا بصلاية مبشورة كده ناعم، وهدي رشة من الملح والفلفل الاسود ومعلقة من البهارات. وهبتدي كده اقلب كل المكونات دي كده مع بعض واشوحهم تشويحة كويسة لحد ما احس ان البصلة اختفت خالص من اللحمة وما بقتش باينة. في الوقت ده بكون مسخنة كده كوباية من المية السخنة المغلية، وهبتدي ان انا اضيفها على اللحمة المفرومة. هديها بقى تقليبه واغطي الاناء واسيب لحد ما اللحمه تتشرب خالص من الميه خالص، وتبقى معانا كده بالطريقه دي كده ما فيهاش اي سوائل. هعمل صوص البيتزا عباره عن بصلايه وعباره عن حبه من الطماطم متقطعين 4 ارباع. كمان بضيف فصين من الثوم السلام، وقرن فلفل حامي وقرن فلفل بارد ورشه من الملح والفلفل الاسود، وبحط لها كوبايه من الميه. وكمان بضيف رشه من الزعتر او الروزماري. هسيبهم كلهم كده على النار لحد ما تبتدي كل المكونات دي كده تغلي مع بعض وتبتدي تستوي خالص لحد ما تشرب المية بتاعتها خالص. هبتدي ان انا اطفي عليها واسيبهم بقى كده لحد ما يهدوا شوية. بعد كده هنجيب الكبة او الخلاط، وهبتدي ان انا احط المكونات اللي انا عملتها دي كلها في قلب الكبة. هديها بقى هنا معلقة كبيرة من السكر، وهديها رشة من الملح والفلفل الاسود، وكمان هديها معلقة كبيرة من الخل. هضرب كل المكونات دي كده في قلب الكبة بتاعتنا، وكده بقى صوص البيتزا جاهز معانا. هنروح نشوف بقى العجينة بتاعتنا، هي اختمرت اهي ما شاء الله. هبتدي ان انا دلوقتي اقطعها وهسيبها كده تريح لمدة 10 دقايق او 15 دقيقة. بعد كده هجيب صينية واحط فيها نقطة من الزيت وهمسحها كده بالفرشة. بعد كده هنجيب بقى العجينة اللي احنا كنا مريحينها، وهبتدي ان انا ابططها. هتتفرد معاكي بكل سهولة. بفردها في قلب الصينية، وبحاول ان انا اعمل لها كده حرف او جانب كده على جنب الصينية بالطريقة دي. بتديكي منظر حلو جدا بعد ما تستوي الحرف اللي احنا هنعمله ده. خلاص، بتبطنيها بقى كده كويس وبتفرديها، وبتحاولي ان انت تخلي العجينه بتاعتك تكون متساويه في كل الجوانب. بجيب شوكه وببتدي ان انا اخرم العجينه كلها زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. بعد كده هنجيب بقى صوص البيتزا اللي احنا عاملينه وهبتدي ان انا افرده. هحط هنا يجي معلقتين 3 كده وهبتدي ان انا افرده. خلاص، بعد كده عندي بقى جبنه رومي او جبنه شيدر، هبتدي ان انا ادي كده رشه من الجبنه. بعد كده هبتدي بقى احط كمان جبنه موتزاريلا كده، هفردها على الجبنه الرومي. بعد كده الحشوه بقى اللي عندي، انا عندي هنا لحمه مفرومه حطيتها. هنا الحشوه المتوفره عندك فراخ، تونه، اي حاجه تقدري ان انت تضيفيها. كمان هنا عندي كمان حبايه من الطماطم انا مقطعاها كده مكعبات صغيره، ابتديت ان انا اضيفها فوق اللحمه المفرومه المتعصجه. وكمان عندي بقى كمان فلفل الوان، هبتدي ان انا كده اضيفه، بيدي طبعا هنا منظر وبيدي طعم وقيمه غذائيه مفيده.
خلاص. بعد كده كمان عندي قرن فلفل حامي ضفته، لو عندك بقى كمان زيتون حابه تضيفيه. بعد كده برش بقى الجبن من فوق، سواء الجبنه الرومي او الشيدر، وكمان الجبنه اللي هي الموتزاريلا. بعد بقى ما حطيت كمان الجبنه، ببتدي اجيب بقى فرشه وبكون دهناها كده بالزبده او صوص البيتزا، وابتدي ان انا امسح الاطراف عشان تديني لمعه كده شكلها حلو. بدخلها في فرن يكون حار، مسخناه من قبل كده 200 درجه مئويه. بحطها على الشبكه لحد ما تبتدي تلون من تحت وتاخد لون كمان معايا من فوق. دي خطوه مهمه جدا اللي انت لازم تدخليها في فرن حار، عشان البيتزا بتاعتك لو دخلتها في فرن بارد ممكن انها تجلد معاكي او تاخد وقت طويل في السوا، فهتطلع معاكي ناشفه. دي خطوه مهمه جدا لازم تكوني عارفاها. اول ما بتبتدي بس كده تطلع وتهدى، ببتدي ان انا بقى كمان اقطعها. ودي كده البيتزا بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن. مش قادره اقولك بقى، هي فعلا هشه وكمان طريه كده، ومش قادره اقولك على الطعم بتاعها في منتهى الجمال. وكده وفرنا سعر كبير جدا تقدري تعمليها لاولادك في البيت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.